السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ للي معرفنيش انا سارة دفعة 2023 وداخلة تالتة طب بشري. طبعا خلاص السنة الجديدة بدأت وبدأ كتير منكم يسأل ازاي يذاكر كل مادة، ولان العربي هو اكبر مادة او اكتر مادة عليها درجات، فعشان كده ان شاء الله هنبدأ بيها النهاردة وهنكمل معاكم السلسلة في كل المواد، ازاي تذاكر المادة وايه المدرسين او مين المدرسين اللي كنت بسمعهم وايه الكتب اللي كنت بحلها وايه التريكات اللي كنت بعملها في كل مادة مختلفة عن التانية. وان شاء الله في مفاجأة في نص الفيديو هقول لكم عليها، انتظروا المفاجأة. هتحل لكم حاجات كتير وهتحل لكم مشاكل كتير، خلي بالكم من الفيديو وركزوا في كل كلمة بقولها في كل بوينت وكل فرع، لان العربي طبعا متقسم فروع، فهنتكلم في كل فرع ازاي تذاكروا وايه التريكات اللي تعملها فيه وايه الطريقة اللي تنفع معاه، لان كل فرع مختلف عن التاني. في فروع مثلا محتاجة ان انت تقراها كويس، فروع محتاجة تحفظها، فروع محتاجة تفهمها، كل حاجة ليها حاجة معينة. فعايزاك تركز في كل كلمة بقولها، لان دي خلاصة سنة كاملة وخلاصة تجارب مع العربي وحكايات مع العربي. فعايزاكم تركزوا في كل حاجة. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو على طول، بس قبل ما تبدأ الفيديو متنساش تضغط لايك، سبسكرايب، تفعل نوتيفيكيشن، تعمل جوين لجروب التليجرام، لان هينزل عليه الفترة الجاية حاجات مهمة جدا جدا جدا. والمفاجأة اللي هقولها في نص الفيديو برضو هتكون عن طريق التليجرام، فاشترك في قناة التليجرام هتلاقيها تحت في الديسكريبشن بوكس. وما تنساش تعمل فولو على الانستجرام، عشان هناك برد على كل اسئلتكم او اغلب اسئلتكم اللي بتقولها لي، وبنزل ستوريز ببقى متابعة معاكم اول باول، وبنتعامل هناك كصحاب وبرد على اي مشاكل بتقولوها لي سواء في الدراسة او نفسيا او اي حاجة. فاعمل فولو الانستجرام ويلا بينا نبدأ الفيديو. بليز كيب واتشينج. قبل ما اقول لكم ازاي تذاكروا عربي، حابه ان انا احكي لكم اول موقف او اول تاتش بيني وبين العربي في اول السنه خالص في ثالثه ثانوي. اول حاجه، والدي هو مدرس لغه عربيه، فجاء عطالي كام مساله ان انا احلهم في البلاغه. فانا بدات بحل مساله وحليت المسائل، فبديله بقى الاسئله يلا بابا صحح لي، فلقى كذا غلطه فيها. فانا بالنسبه لي ان انا كنت اغلط غلطات في العربي او اغلط غلطات كتير في اي ماده، بالنسبه لي حاجه مش كويسه خالص ومش متعوده من مستواي على كده. فكانت قدامي ان انا مشكله، وبالنسبه لوالدي برضو مشكله، ان انتي ازاي غلطتي كل الغلطات دي في ماده المفروض ان عليها اكبر عدد درجات. فكانت مشكله، وقفت مع نفسي وقفه. والدي اقترح عليا استاذ رضا الفاروق، مستر رضا الفاروق. صراحة كان افضل اختيار ليا في مادة اللغة العربية، هو خلاني عرفت ازاي امشي اصلا في العربي. وهتلاقوا ان من اول حصة مع مستر رضا الفاروق، هحط لكم هنا الامتحانات بتاعتي وحطيتها كمان في الاول في الانترو، هتلاقي ان من اول امتحان لتقريبا اخر السنة وانا بجيب الفول مارك، بقفل كل امتحانات العربي. سواء امتحانات افتتاحية، امتحانات مثلا شوامل كل شهرين او كل شهر، كل الامتحانات كنت بقفلها. كل ده بسبب ان انا وقفت مع نفسي وقفة اول السنة ان انا هتغير في العربي وهحاول ان انا اعلي نفسي فيه باي شكل. وفعلا من اول حصة بدأت ان انا بحط خطة قدامي وبعلي نفسي. طب ده يعلمك ايه؟ يعلمك اول حاجة ان العربي لغة مهمة جدا، او مادة مهمة جدا. تاني حاجة ان انت تقف قدام نفسك في اي غلطة بتعملها، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. انا مثلا لقيت ان انا غلطت في حاجة معينة، او ان انا عندي غلطات كتير في مادة معينة، اقف مع نفسي من بداية السنة من اول حصة. ما كنتش ينفع مثلا ان انا اقول او والدي يقول خلاص ده اول حصة وعادي تغلطي وكده، لا انا وقفت مع نفسي وقفة اللي هو ما ينفعش كده. لازم نحط اهداف قدامنا، لازم نبقى عارفين ان طريقنا ماشي ما ينفعش فيه ولا غلطة. احنا بنسعى ان احنا ما نغلطش خالص، مش بنسعى ان احنا نغلط قليل. انت لو سعيت ان انت تغلط قليل، هتلاقي ان انت كل شويه القليل بتاعك بقى بيزيد. فعلى ايه؟ لا، هو انت تحط تارجت قدامك كده او هدف قدامك ان انت مش هتغلط ولا اي سؤال، وتبقى عامل حساب كده بحيث ان انت لو غلطت غلطه واحده تحاسب نفسك عليها. فاهم حاجه في السنه هي ان انت تحاسب نفسك وتقف مع نفسك. المهم نكمل موضوعنا في العربي. لو جينا نبدأ بفروع العربي، فأنا هبدأ معاكم الصراحة بالبلاغة، لأن هي أكتر حاجة معتمدة على سنة أولى وسنة تانية. بلاغة سنة تالتة تعتبر أصلا سنة أولى وسنة تانية، الجزء بتاع سنة تالتة بسيط جدا وبيتلم، والمدرسين بيعرفوا يشرحوا لكم ويوضحوا لكم بطريقة كويسة.
بلاغة بقى اولى وتانية دي اللي محتاجاك ان انت تكون متأسس فيها كويس قوي قوي قوي، لان ممكن يجيلك سؤال منفرد او اسئلة منفردة اصلا في النصوص بس على البلاغة بتاعت اولى وتانية. فمهم جدا ان انت تتفرج على المحاضرات التأسيسية اللي بيكون فيها البلاغة مشروحة من A to Z، يعني البلاغة تفصصها لي. كل البلاغة بتاعت سنة أولى وتانية تمسكها من أول كلمة لآخر كلمة، انت خلاص بقيت بروفيشنال فيها، تعرف تحل أي سؤال يجيلك بس قبل ما تبدأ المنهج بتاع العربي. غير انها مهمة وبيجي عليها اسئلة في الامتحان، فانت اصلا علشان تفهم النص لازم تبقوا فاهمه مجمل بلاغي، يعني تبقى عارف ده تشبيه، دي استعارة، ده مجاز، تبقى عارف الدنيا ماشية ازاي عشان تعرف حتى وانت بتفهم النص تفهمه صح. تمام، يبقى اول حاجة تعملها ان انت تذاكر بلاغة كويس. طب البلاغة بتتذاكر ازاي؟ انت بتسمع الحصة، تمام، بتفهمها كويس قوي، بتحل تدريبات عليها كتير جدا. حاول ان انت تحل بايديك بعد الحصة مباشرة او بعد ما تسمع الشرح مباشرة، تحل بايديك كتير على البلاغة، تقرا نصوص كتير، وده مش هيجي غير بكتر النصوص المتحررة. ان انت تحل نصوص متحررة كتير ده اللي هيفرق معاك. تمام، فان انت تحل بايديك هو ده اللي هيأكد لك الشرح اللي اتشرح لك. طيب هل انا اول ما اسمع الحصة اجري ان انا احل؟ لا، انت هتقعد هتذاكر المحاضرة كويس. في البلاغة بالذات بتبقى زي قوانين كده، لو لقيت كذا ما لقيتش كذا فتحط كذا. تمام، فبتمشي معاك كقواعد وقوانين. فالقواعد والقوانين دي انت لازم تحفظها، لازم تعرف ازاي تتعامل معاها علشان اعرف ان انا احلها. ما ينفعش اجي اقول لواحد الجمع والطرح اشرحه له مثلا، او الضرب اشرحه له، او اقول له طريقة الضرب بتتعمل كذا، واسيبه بقى يحل كل المسائل. لا، ما انت في جدول ضرب بتحفظه. نفس الفكره بالظبط، ان انت انا عطيتك قاعده، تمام، لازم تحفظ القاعده، ما ينفعش تطبق على كذا قاعده مره واحده، لا لازم تحفظهم وتذاكرهم الاول. فامشي كده بطريقه منسقه ومنظمه علشان تقدر توصل لنتيجه كويسه. كده خلصنا اول حاجه اللي هي البلاغه. طيب تاني حاجه هي النحو. والنحو من اكتر الحاجات اللي بتجمع درجات في العربي. النحو بيتذاكر ازاي؟ ناس كتير برضو بتسمع الحصة بتاعة النحو وتجري انها تحل عليه. يا جماعة ما ينفعش كده. هي حتى الرياضة انت لازم تحفظ فيها قواعد وقوانين وحاجات لازم ان انت تحفظها فيها، يعني ما بالك الرياضة بتقعد تحفظ فيها المسألة بتتحل كذا، وتحفظ الطريقة، وتحفظ شكل الحاجات بتجيلك ازاي. فالنحو بالظبط كده، انت لازم تحفظ الحاجة، تحفظ القاعدة، تحفظ الأسس، لأن بيبقى في حالات شاذة كتير ودي اللي بتيجي في الامتحان. وطبعا كل المدرسين وهم بيشرحوا الدرس بيقولوا لك الحالات الشاذة، بيقولوا لك ايه اللي بيجي وكل حاجة. فانت لازم تقعد تسمع الحصة كويس قوي، تبقى مركز بتكتب ورا المدرس كل حاجة بيقولها. ممكن يقولك الحالة دي بتيجي بالطريقة كذا، فالطريقة دي فعلا هو بيبقى أدرى ان هي اللي هتجيلك في الامتحان، فهي دي اللي تركز عليها. يبقى انت بتحفظ القاعدة الأساسية، وبتحفظ الحالات الشاذة بتاعتها، وبتحفظ كمان البوينتس اللي المدرسين بيقولوا لك عليها، لأن هي دي اللي بتيجي كتير. لو انت مشيت بالطريقة دي في النحو هتلاقي ان انت بعد كده بتحل عادي. لو حليت 20-30 سؤال عن النحو خلاص كده الدرس اتذاكر كويس وتفهم وتحفظ وتحل عليه وتظبط، فمش محتاج. النحو بيجمع درجات لو انت فهمته وذاكرته كويس. هتلاقي ان انت في امتحان اخر السنة بتحل كويس جدا ومقفل نحو. والنحو من اكتر الحاجات اللي بتجمع درجات في العربي، لان انت عندك ابسط حاجة التعبير ممكن يسحب منك درجة ولا نص درجة. القراءة بيبقى عليها مثلا ان انت شايف ان في اجابتين متشابهين فتبقى غلط، دي حاجات بتسحب منك درجات. فالنحو بيديلك درجات منه كده في الامتحان، فانت ليه ما تستغلهاش؟ مع ان الطريقة بسيطة وان انت تمشي على خطوات معينة هتلاقي الحل بالنسبة لك بسيط. ثالث حاجة وهي القراءة من الحاجات اللي محتاجة تدريب كويس جدا، ومحتاجة ان انت تكون ماشي بخطوات معينة فيها علشان تقدر توصل للحل الصح والمنطقي. يعني مثلا القراءة هتيجي تحلها وتقرا الأسئلة كويس قوي في الأول، بعد كده هتبدأ ان انت تقرا القطعة. انت بتقرا الأسئلة عشان تعرف المجمل بتاع القطعة ماشي ازاي، وعلشان تعرف كمان تركز على ايه وانت بتقرا القطعة اللي فوق. بعد كده هتبدأ ان انت تقرا القطعة كويس قوي، بعدين هترجع للأسئلة تأكد على حلك فيها تاني او تأكد عليها تاني. طيب وعلشان انا عارفة ان القراءة من اكتر الحاجات
بتزهقوا منها وبتزهقوا من كتر حلها، ومش من كتر حلها، انتوا بتزهقوا اصلا ان انتوا بتحلوها وبتاخد معاكم وقت وبتنقصكم درجات كتير. فعشان كده عملت لكم اقوى كورس على القراءة المتحررة، وهيكون بسعر رمزي جدا. طيب ايه هي اصلا مميزات الكورس، او فيه ايه، او هو عبارة عن ايه؟ اول حاجة هيكون شرح لطريقة حل القراءة بالتفصيل خطوة بخطوة، اقول لك تعمل ايه وازاي تحلها وازاي تحصل على الناتج المنطقي والناتج الصح. تاني حاجة هيكون في معدل ثابت لحل القراءة، هنحل مع بعض يوم ويوم كده بالقراءة المتحررة، علشان القراءة قلنا انها محتاجة استمرارية ومحتاجة ان انت تحل بايديك كتير. طبعا عارفة انتوا ما بتعملوش كده، فعشان كده وفرت لكم الجزء ده في الكورس بتاعنا مع باقي مميزات طبعا. وعشان كده حطيت لكم اقوى تجميع من القراءة المتحررة، سواء من امتحانات السنين السابقة او افضل الكتب الخارجية، في كورس واحد. واللي هو كمان هيكون فيه اختبارات كل اسبوعين، او اختبار شامل على القراءة المتحررة. احط لكم مثلا قطعتين قراءة او ثلاث قطع قراءة، وهتحلوهم بنفسكم ونشوف نحدد منهم مستواكم هل بيتحسن ولا لا. ومع كل ده ان الاشتراك هيكون بسعر رمزي جدا، وهيكون فيه خصم الاول 10 يحجزوا معانا الكورس. فانزل بسرعة ادخل على اليوزر نيم اللي هتلاقيه موجود في الديسكريبشن بوكس للتليجرام، واسأل عن الخصم وكون من اول المشتركين معانا في الكورس. نكمل بقى بقية الفروع بتاعة العربي. الفرع اللي بعد كده هو فرع النصوص المتحررة. طيب النصوص المتحررة بتتحل ازاي، او ايه مشكلتها؟ مشكلتها كلها في ان انت تفهم معنى النص. طب انت هتفهم معنى النص منين؟ ان انت تقرا الاسئلة بتاعة النص او الاسئله اللي على النص قبل ما تبدا تقرا النص. لان انت لو قريت النص في كلمات كتير انت مش عارفها، في حاجات كتير بتكون مثلا من المدرسه الكلاسيكيه او حاجه، فانت مش فاهم المعنى، مش فاهم الكلمات دي يعني ايه، فمش هتفهم حاجه. انما لو جيت مثلا للاسئله هتلاقيه مثلا بيسال عن الوطن، بيحكي عن عاطفه حزن الشاعر، بيسال في اي حاجه، دي هتبين لك النص بنفسه بيتكلم عن ايه. فافضل طريقه هي ان انت تقرا الاسئله بتاعه النص قبل ما تبدا تقرا النص. بعدين هتاخد فكره عامه كده من الاسئله، وتركز قوي هو كان بيسال في انهي نقط بالظبط، علشان دي اللي هترجع لها في النص. وانت بتقرا النص بقى بتمعن، وطبعا انت فاهم موضوع العام عن ايه من الاسئله، هتبدا تركز على البوينت اللي هو سال فيها، فهتلاقي ان انت بتجاوب مع نفسك كده الاسئله. طب لو بيسال عن معنى مثلا في النص، هتاخد المعنى اللي انت شايفه اقرب حاجه وهتحطه على النص، او هتشيل الكلمة الاساسية وتحط بدلها المعنى، وهتحاول كده في سياق المعنى هل هي نافعة ولا مش نافعة. اغلب الحاجات او الثلاث الاختيارات التانيين هتلاقيهم ان هم مش نافعين اصلا معاها، وهو بيتكلم في وادي والاختيارات في وادي تاني. لما هتحط بقى الكلمة اللي انت شاكك فيها او اللي انت فهمتها من سياق المعنى، هتلاقيها ان هي دي اللي لايقة على الشطر او لايقة على البيت، فهي دي هتكون الاجابة الصح، ودي هتكون الطريقة اللي انت هتذاكر بيها النصوص او هتحل بيها النصوص. طيب بما اننا بنتكلم في النصوص، فهندخل للفرع اللي بعد كده واللي هو الادب. ازاي بتذاكروا الادب؟ الادب يعني حفظ. انت بتفهم ايوه المدرسة ماشية ازاي وبتتكلم عن ايه، بس الادب يعني حفظ. بلاش ان انت تتهرب من حفظ الادب، ممكن حفظه يكون صعب شوية، بس افضل طريقة ان انت تحفظ بيها الادب كويس قوي هي ان انت تعمله بطريقة المايند ماب، الخرائط الذهنية. ان انت تحط كده المدرسة في النص وتبدأ تطلع منها مثلا اهم الشعراء اللي كانوا في المدرسة دي، وايه اللي بيميز المدرسة دي عن المدرسة غيرها، وايه الحاجات المنتشرة في المدرسة دي. كل حاجة تطلعها كده على هيئة خرائط ذهنية، وتكون حاطط كشكول كده ليك للعربي او سكتش للعربي، ومخصص بيه جزء بس للأدب. وان انت كل مدرسة بتعمل ليها خرائط ذهنية، وفي الاخر خالص بعد 3 مدارس ولا حاجة تبدأ تجمع طب ايه اللي كان مشترك بينهم، وايه الحاجات اللي بتميزهم. طب المدرس قال لي السؤال مثلا لو جالك فيه كلمة كذا، ده معناه انها في مدرسة كذا على طول من غير ما تفكر. في حاجات كده بتكون ثوابت، كل الحاجات دي لو كتبتها وجمعتها بطريقة منظمة مع طبعا حل نصوص كتير، هتحس ان الموضوع بقى سهل قوي بالنسبة لك، وان اكتر سؤالين بيبقوا سهلين في الامتحان هما الادب، واكتر حاجتين بتضمنهم. نيجي بقى بعد كده لجزء القصة. والقصة من الحاجات الرائعة واللي مذاكرتها سهلة قوي. انت بس بتسمع شرحها وبتسمع القصة ماشية ازاي، يعني كل فصل طبعا المدرس بيشرحه، بتسمع شرحه، بتفهم الفكرة العامة بتاعته.
ايه الاحداث اللي حصلت فيه بالترتيب كده، وتكون مجمعهم في دماغك وقاري القصة بعد ما سمعتها لوحدك كده مرة، وقبل كمان ما تسمعها مرة، لان كويس ان انت، او حاجة كويسة ان انت تكون قاري الفصل قبل ما تسمع الحصة بتاعته، هتبقى مركز اكتر. وكمان قريته بعد الحصة، فهتحس ان انت خلاص الفصل اتحفظ باحداثه بكل اللي حصل فيه، وكل حاجة بقت تمام معاك. ايه اللي هتعمله؟ هتروح تحل على طول. يعني بعد ما هتقرا، مش هقولك بقى احفظ اسئلة واعمل، لا، انت هتروح تحل بعد على طول من فهمك بقى. هتحل الموازنات، الحاجات اللي بتيجي على القصة، كل الأسئلة هتحلها بمنتهى البساطة. والمواقف اللي بتجيلك مثلا يقولك الموقف ده حصل فيه ايه او كده، او الموازنة بتاعته كانت عاملة ازاي، كل حاجة تبدأ ان انت تحلها بسهولة وببساطة، وهتحس ان سؤال القصة ده من اكتر الأسئلة اللي كانت ممتعة في الامتحان. نيجي بقى للتعبير والمقال. التعبير والمقال من الحاجات البسيطة جدا. المدرس بيقولك مثلا على شوية قواعد تمشي عليها، كل حاجة او كل معنى مثلا بيشرحهولك في التعبير ازاي تحله كده، وبيجي عليه الاختيارات. المقال عايز ان انت تتدرب بايديك، وان انت تحل كذا حاجة بايديك علشان ما تغلطش. خلي بالك من الاخطاء الاملائية، خلي بالك من النحو. بلاش ان انت تحط نفسك في زون جمل صعبة ان انت تغلط فيها في النحو. حاول تكون جمل بسيطة وفي نفس الوقت عاطية معنى ذو قيمة. يعني بلاش ان انت تكتب اي جمل وخلاص وتكررها، ده هم اصلا سطرين 3، انت بتكتب حاجات بسيطة، مش بتكتب مقال كبير. فكل ما كانت الدنيا ابسط، وكل ما كان الكلام احلى واقيم، بيكون الموضوع سهل ان هو يتقفل. خلي بالك مثلا من علامات الترقيم، كل الحاجات دي حاول انت متغلطش فيها، لان دي اللي بتوقع علامة التعجب في الاخر، ان انت تحط استشهاد. كل الحاجات دي بتبقى مهمة وبتجمع درجات كتير، وما بتخلكش ان انت تفقد درجات كتير في التعبير. يعني بالكتير قوي لو نقصت يبقى نص درجة. فاهتموا بالحاجات دي لانها مهمة جدا ومبتاخدوش بالكم منها. وبس كده، دي كانت فراغ العربي. ان شاء الله هعمل لكم بقية المواد. بس حابة ان انتوا تقولولي ايه المشاكل اللي بتواجهوها تانية في كل مادة، وحابين ان انا اركز عليها اكتر. اكتبولي مشاكلكم، وانا ان شاء الله هرد عليكم في اقرب وقت. زي ما قلت لكم، اكتبوا على الانستجرام، لان ببقى على تواصل بيكم اكتر عليه. بحاول ارد على قد ما اقدر على الكومنتس، بس على حسب برضو الوقت. فحاولوا ان انتوا يعني تقربوا المسافات. ادخلوا على التليجرام مثلا، اكتبوا اسئلتكم، ادخلوا على الانستجرام. كل الحاجات دي انا بحاول اتواصل معاكم عليها. واستغلوا فرصة الكورس بتاع القراءة، لان هو مهم جدا جدا. واسألوا الدفعة اللي قبلكم، كنت بعمل لهم الموضوع ده وكان مهم ونفع معاهم جدا. و يعني انت بتكسل ان انت تحل قراءة. انا لو قلتلك حللي كل يوم قطعة قراءة هتكسل، بس لما يبقى في حد بيلزمك غير كده، هيبقى في اختبارات ومتابعة دورية، وبشوف حلكم كلكم، بحدد لكم مستوى، وابعت لكل واحد فيكم مستواه بقى عامل ازاي من الاختبارات الشاملة كمان، وتجميعة القطع اللي احنا هنحلها. بجد الموضوع مفيد جدا وبسعر رمزي جدا. فادخل على التليجرام واسأل عن التفاصيل، وان شاء الله ارد عليك في اقرب وقت. وبس كده، ده كان الفيديو. اتمنى ان هو يكون فاتكم. بالتوفيق ليكم جميعا يا رب. Thank you for watching.